لان انت ما فيك تجي تعمل قانون فجوه ماليه ومعالجه الاختلالات الماليه قبل ما تعرف كيف بدك توزع المسؤوليات وكيف بدك توزع الخسائر. على اي المصريات، كيف راحوا المصريات؟ وين راحوا؟ هذا شو اللي ببينوا عملية تدقيق جنائي مالي محاسبي حقيقي وشامل بمصرف لبنان وبكل الوزارات والإدارات. هذا ما انعمل، بلش جزئيا على مستوى مصرف لبنان ووقف. طيب قديش مسؤولية؟ بس ليه وقف؟ ليه برأيك وقف؟ لأنه بده يحمل الطبقة السياسية كتير من المسؤولية، وبده يبين الفساد والهدف، وبده يحمل الطبقة المصرفية. ما تنسى أصحاب المصارف قديش جنيوا أرباح تحت عنوان ثورة 17 تشرين واضطرارهم المزعوم لإقفال المصارف، وقديش حولوا أموال للخارج بالوقت اللي هيدي أموال المودعين. وحدا عمل شيء تحقيق قديش ضاعفت ثروة أصحاب المصارف من وقت الانهيار لليوم، بالوقت اللي الناس جاعت وفقدت ثرواتها. طيب حدا سأل قديش كبرت وتعاظمت ثروات اصحاب المصارف؟ هلا رئيس ميشيل عون جرب يعمل التدقيق الجنائي واطلقه، اطلق مسار الاصلاح، رجع وقف وقت لما خلص الرئيس ميشيل عون صار في فراغ وضاعت الامور، وكله كان عن قصد وتدبير، حتى الفراغ كان عن تدبير. ليش؟ لان تضيع الحقائق وتضيع المسؤوليات. اليوم الشعب اللبناني وقع بفجوه 90 مليار دولار وما حدا بيخبرنا هالفجوه كيف تكونت ومين مسؤول عنها.